ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض وصفة اقتصادية جدا، مكونات بسيطة وبجد النتيجة هتطلع تحفة قوي. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه في الوصفة دي. انا هنا قشرت الفول بتاعي، ده فول حراتي يا جماعة او فول اخضر. هو انا جايباه من السوق ب15 جنيه، هو من 15 ل20 مش اكتر من كده. ببتدي ان انا افصصه معاكم زي ما انتم شايفين. بعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. معايا 3 طماطمات، قرن فلفل، كام فص توم، وبصلايه. هنا بقى حطيت حلة على البوتاجاز، هنزل بمعلقة سمنة وشوية زيت، وبعدين هنزل عليهم بالبصلة اللي انا قطعتها. هنزل بقى كمان عليهم بنص التوم اللي معايا، انا هرست التوم وحطيت خدت بس منه معلقة كده. بعد كده عصرت الطماطم وحطيت فيها القرن الفلفل الاحمر، لان الاكلة دي بتحب ان هي تكون سبايسي شوية. هنزل بقى عليهم كمان بمعلقتين من الصلصة، لو مفيش صلصة هزود الطماطم بتاعتي وبس كده. هحط بقى عليهم معلقة من الملح، معلقة من الفلفل، شوية من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من السكر عشان الطماطم. هغطي عليها بقى لما تتسبك معايا. اول ما توصل بقى للمرحلة دي هنزل بقى بالفول بتاعي من غير ما اسلقه، هو اخضر زي ما هو كده. هغطي عليها واوطي النار واسيبه يستوي بقى مع نفسه. اول بقى ما بوصل للمرحلة دي وامسك بقى الفولة معايا كده، الاقيها اول ما مسكتها كده استوت. بصوا بتطلع معايا مستوية وحلوة جدا. هو ده اللي انا عايزاه. هنزل بقى بالشوربة بتاعتي، ولو ما فيش شوربة هنزل فيها بمية واحط عليها مرقة. انا ما بقفش على حاجة في المطبخ، احنا متفقين. هسيبها بقى لما تغلي مع بعضها، طبعا اظبط الملح بتاعي وهنشوف هنحط فيها ايه بعد ما تغلي. عندي دي كوباية من الرز، الكوباية هتبقى مناسبة جدا مع الكمية دي. تمام كده. هغسل بقى الرز بتاعي وهنزل بيه على الجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده، الفول مع الشوربة مع البصل مع الثوم، حاجة كده حلوة قوي. اللي حابب يحط شطة حمرا يحط، هي لما بتكون سخنة وحرقة كده بتبقى حلوة جدا. انا بقى من وقت للتاني هقلب الرز بتاعي، وعلى فكرة مش هنحط الرز ابدا الا قبل الاكل مباشرة. هاجي بقى هنا هعمل لها طشة زي طشة الملوخية كده، هنزل بمعلقة سمنة وهاخد بقية التوم بتاعي اللي معايا. هشوح التوم بقى في السمنة بتاعتي وهنزل عليها بمعلقة كزبرة صغيرة. اول ما تطلع بقى ريحة التوم مع ريحة الكزبرة اللي كانت مالية، اللي بصوا كانت قلبة الدنيا، هنزل بيها على الوصفة بتاعتي. والمرحلة دي ما بعملهاش الا لما الرز بتاعي بيكون خلاص قرب على السوا او استوى يعني. تمام كده. هغطي عليها دقيقتين بالظبط، وبعدين هبتدي اغرفها معاكم. شايفين بقى الجمال يا جماعة؟ هنا كان الرز استوى جدا، وطبعا الوصفة بتاعتي الاصل فيها ان هي تبقى جوسي زي ما انتم شايفين كده، ما يبقاش الرز بتاعي شرب الايه السوائل وتبقى ناشفة. هي بتتقدم كده. بصوا بقى انا قدمتها هنا مع المخلل بتاعي، بجد كان طعمها حلو جدا، وكل ما هزود الفول فيها كل ما هتبقى احلى واحلى. يا رب الفيديو يكون عجبكم بقى، وما تنسونيش في اللايك والشير، ويا ريت اللي يجربها بقى يقول لي ده إيه يعني تجربته فيها ايه وكان طعمها ايه معاه. لايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.